لقاء كهربا مع إبراهيم فايق بين شوية حاجات أنت كمشاهد ومشجع تقدر تطلع بيها وتبني عليها استنتاجات ومعلومات مهمة. أولا، كهربا ماشي وسايبها لهم مخدرة، بالتالي اتحاد الكرة يقدر بأريحية يمشي لجنة الانضباط، لأن دورهم انتهى برحيل كهربا. ما بقاش في حد ينتقموا منه ويطلعوا غلهم عليه، وأصبح وجودهم مجرد عبء مالي وجماهيري على المجلس الجديد. ثانيا، كهربا مش ممكن يفوت فرصة ظهوره في الإعلام من غير ما يحاسبن ويدعي على مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد. وبصراحة أنا مش عارف الاتنين دول بيواجهوا أهلهم وولادهم وأصحابهم بأي وش، وبيناموا بالليل إزاي ويحطوا راسهم على المخدة، وخصوصا إن مصر كلها عارفة ومتأكدة إن هم تآمروا على كهربا ووثقوا عهده بعد انتهاء المهلة القانونية بكتير. وكمان شهدوا شهادة زور بصحة التوثيق أمام المحكمة الرياضية الدولية. أنا لو منهم أخاف على نفسي أوي، وأقضي الباقي من عمري أطلب من ربنا يسامحني. ثالثا، عايزكم دايما تفتكروا ان كهربا كان يقدر يماطل في القضية سنة واتنين، وبعدين يبقى يبطل كورة ويحتفظ بال75 مليون جنيه اللي دفعهم للزمالك. حروا نار في جتتهم يصرفوهم على القضايا ان شاء الله. لكن كهربا قرر انه يدفع الفلوس علشان حابب يكمل في الاهلي. كهربا كان وشه حلو على الاهلي وشالنا كتير. كهربا ده عنده 4 دوري ابطال افريقيا. رابعا، كهربا خبط في كولر، وده بالنسبة لي مش ذكاء منه، خصوصا لو عايز يرجع نهاية الموسم عشان يلعب كأس العالم للأندية. كده كولر مش هيشممها له، إلا إذا كان بيراهن إن كولر مش هيكمل. خامسا، كهربا طلع الإعارة على عينه، بس الفلوس والعلاقة المتوترة مع المدرب والجمهور ساعدته إنه ياخد القرار ويبعد شوية وياخد نفسه ويرجع مستواه. في الآخر ما عنديش غير إن أتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد، وهو يغير جو ويريح أعصابه شوية من اللي ظلموه واللي بيشوفهم كل يوم على الفضائيات بغباوتهم بأشكالهم العكرة. ناس ما عندهاش دم.